السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت نشارك معاكم روتيني المسائي اللي قررت فيه نخرج اليوم كي شفت الجو مليح. حبيت نخرج ونروح للخياطة، عندي قندورة تاع العيد، عندي قدامي اللي شريتها كل يوم نقول نروح واليوم ما كتبت باش نخرج. ما هيش بعيدة يعني ياسر على داري، ماشية تاع ربع ساعة أو نوصل. وكنت ديجا شُفت البارح حانوت عندنا هنا يعني في البسباس، شُفته جاب لي صندال ملاح، حبيت نروح نشوف إذا كان عجبوني نشري وحدة ونشوف. هنا وصلت عند الخياطة، هذا القندورة تاعي القماش تاع القندورة تاعي قاعدين نشوفوا فيها. هنا لي موديل شُفتهم عندها ديجا واجدين، قناضر مخيطين قاعدة تبيع فيهم. عجبتني هذه تاع تيجر على الآخر، كانت ضيقة شوية، كنت حبيت نداها زعما. بعد ما خرجت من عند الخياطة رحت طول للحانوت هذا اللي شفت البارح في الباج تاعو عندي في الفيسبوك، جاب صنادل زعما ملاح. على الاخر كي شفتهم ما عجبونيش كيما الفوتو يعني في التليفون، مش كيف كيما قدامي. حبيت ندور ونشوف كان نلقى طرابق ملاح ولا صنادل للعيد. ولا لي موديل ما همش هما ملاح بصح ما همش ستيل اللي نحبه انا. في الفوتو يبانو زي كي شفتهم قدامي بانوا لي العكس. عجبوني هادم لي موكاسان ملاح طريين، اما في الصيف لي غير حاجة خفيفة يعني. مم. انا هنا دخلت عند غير زوز حوانت. هما لي موديل كاينين غير هما يعني فهنا، اما مش جار اللي نحبه. أنا كانت معايا بنت سيلفي صغيرة، لقيتها خرجت من القراية رجعتها معايا. ربي ينجح الولاد كامل ان شاء الله يا ربي، كملوا الامتحانات اليوم. فوالا بعد حبيت نروح عند هذا تاع اللي يبيع الحوايج تاع الكاطو، لقيت عنده فوانيس وبخارات ملاح خلاه عجبوني، الخطرة جاية نشري واحدة ان شاء الله. حبيت ندي مكسرات وندي يعني شوية توابل، فضولي التوابل، وحبيت نشري تانا نوات كوكو نخدم بيه، عندي تحلية العشية نعملها. وحبيت ندور ونشوف كش ما كاين جديد ولا هكا. فوالا. ما حبيت نعدلكم شوية وش كاين. لقيت عنده صرافت حوست عليهم. صرافت خرجوا جدد تاع لي بيبي، كنت نحوس عليهم ديجا، كنوريهم لكم. هادوما غونيير هما صرافت روعة. هادو تانا المرة الجاية نشري منهم ان شاء الله، المرض خويا ان شاء الله.
يعني هنا كاين كلش في الحانوت هذا، كل شي يخص الحلويات وراهو جانا صيف وكتكتر المناسبات إن شاء الله يا ربي، ويفرح كل ولية يا ربي، وينجحوا كل الدراري يا ربي تاع الباك والبيام إن شاء الله يا ربي. بعد ما روحت هنا جيت للعشاء، العشاء ماناش راح نهربوا منه خلاه، مهما تدوري تحوسي تجي طول لازمك تطيبي العشاء ولا الغداء. هنا حبيت نطيب الباستا مقرونة الباستا هذيك، قصيت قاعدة نقص في البصل، انا البصل نحب نقصه كيما هكا تقريبا، ما نحبش نرحيه في الاشوار قليل وانا نرحيه في الاشوار، غير تاع يعني تاع شوربة ولا ماشي كامل نريه كل. بعد ما درت شوية روحت عيانة، روحت راسي وجعني ولفت نرقد يا البنات، هنا ولفت نقيل في كل قايلة يعني نكمل القضية ونرقد. ولا قصيت البصل هذا كامل ونحطه في البرمة، زيد نربي السنينات تاع الثوم هذوكا، يعني العجائن كلها تطيب بالثوم ابار الكسكسي، انا من النوع اللي يحب شخشوخة فيها ثوم. فوالا نزيدو الملح والتوابل، حطيت معكر حار وسكنجبير وراس الحانوت وتوابل دجاج، ونزيدو نحطو الزيت 3 مغارف زيت، انا ما نحطش الزيت ياسر في الماكله، وبلا ما نساو ورقه الرند اللي تتبع دايما المقارونه، ونقلعها مليح وخلاها تتقلى على نار ناقصه خلاه، يعني باهي حتى يتكرمل هذاك البصل. هنا بعد ما تكرمل البصل هذاك وذاب وتقلى اللحم مليح، حطيت هنا الطماطم حتى هي نخلوها نقصولها خلال الغاز ونخليوها تتقلى، يعني سر طياب الماكلة الملاحة هي تقلية البرمة، دايما نقولها لكم. هنا حطيت في البرمة تاع اللي نغلي فيها الباستا، حطيت فيها مغرف تقريبا زيت وشوية تاع الملح وخليتها تغليت، بعد ما تغليت ونشف هذاك اللاصوص تاع الباستا حطيتها فيها وباه نجمرها شوية. فوالا خلطها مليح وخلاها تتجمر. انا بعد ما طابت حطيتها في الصحن باش نتعشاو وكمل. بعد ما كملت العشاء تاعي جيت هنا راح نعمل نطيب يعني التاي هنا، وحندير شويه تاع تحليه، يعني راح نطيب كيك، درت هنا واحد الكيك بالقهوه والكاكاو، ولا حطيت زوز عظمات وكاس سكر ونخلطهم مليح حتى يتبدل لون العظام هداك ويذوب السكر. بعد ما يذوب السكر وراح نحط القهوة، فوالا هنا لازم تحتاجوا كاس قهوة، نص كاس قهوة في الاول ونص كاس قهوة في الاخر باه تشربوا به الكيك. نزيدوا تقريبا كاس تاع زيت ماهوش معمر، ونخلطوا المكونات في بعضها مليح حتى يتجانسوا. بعد ما خلطنا المكونات نبدأ نحطوا الفرينة،
نبدأ نحط هنا الفرينة بعد ما خلطنا المكونات، حطيت هنا كاس ونص تقريبا. الخطرة الأولى حطيت كاس وربع وفي الآخر خلاه زدت مغرف فرينة، وزدت هنا خميرة كيميائية ساشي واحدة، وزدت الكاكاو وحطيت الفاني تاعنا، حطيت 2 مغارف فاني كاكاو. فوالا. هنا بعد ما نحط الكيك هاذيكا في الكوشة نعملو لاصوص تاع الشوكولا، نجيبو كاسرونة نحطو فيها فنجال تاع كاكاو حلو، نزيدو معاها فنجال زيت وفنجال سكر وفنجال حليب. نخلطوا المكونات ونحطوهم على نار متوسطة حتى نشوفوها عقدت، ونحيوها تبرد حتى يطيب الجاتو. هنا طابت الكيك تاعنا نسقاها بالقهوة ونزيدو لها الصوص هذيك اللي طيبناها. نطليوها بالصوص كاملة ونزيدو الكاكاو، يعني التزيين هنا اختياري، تقدر تعملوا كاكاو مرحي، تعملوا جاتو مرحي، يعني لكم الاختيار. هنا نورمالمون خلاها انا تبرد يعني خلاها في الثلاجة تبرد على الأقل نص ساعة ونقسمها. أنا هنا زربتها باه نصور لكم، وقسمتها قبل ما تبرد خلاها. هي بعد ما تقصوها تانا تخليوها تبرد في الفريجيدير، يعني واحد نص ساعة وتجبدوها. هنا بعد ما قصيت الجاتو هذاك وطيبت التاي كما قلت لكم، هنا جاء الجاتو روعة، ما جات شايحة يعني من الداخل، جات ملاحة خلاص بالجو تاع القهوة. اذا هنا نخليكم تصبحوا على خير ان شاء الله يا ربي، ودمتم في رعاية الله وحفظه.